هنشرح مع بعض دلوقتي ازاي نركب السكرين بروتكتور خطوه خطوه. هدفها ايه او لازمه السكرين بروتكتور؟ هي انها بتحمي الشاشه من الخدوش. تاني حاجه بتحمي الشاشه من الريزن لو نزل عليها او اتسرب، ده هيسبب لنا مشاكل كتيره جدا، وكان ان هو ممكن يوصلنا ان احنا نخسر الشاشه. وما تقلقش لو انت طلعت نقط هواء في السكرين، هي ما بتاثرش في حاجه، لكن حاول تقللها. السكرين بتيجي معانا زي السكرينات الموبايلات، يكون عليها 1 و2. اول حاجه قبل ما نبدا بننضف الشاشه، نتاكد ان الشاشه ما فيهاش اي شوائب. بننضفها ازاي؟ بنستخدم معانا الكحول بتاعنا، طبعا ما بنضيفش كتير، ما بيأثرش في حاجه على الشاشه. بعد ما نتاكد ان احنا نضفنا الشاشه كويس، بنغرق الشاشه بكحول. تتني السكرين، تشيل اول جزء كده بالسكرابر بتاعتنا البلاستيك مش الميتال، نمشي واحده واحده. طبعا فايده الكحول هنا علشان نقدر نفرغ الهواء الموجود. هي السكرين ما بتكونش فيها ماده بتلزق، هي بتكون زيها زي الفيب شيت كده، لكن بتلزق بتفريغ الهواء. مجرد ما الكحول ده بيطير، كل الهواء ده بيختفي. اخر حاجه بقى بنشيل اللزقه رقم 2 بالراحه خالص عشان السكرين ما تطلعش معانا تاني.